في سنة 1955 في مدينة مونتجومري في ولاية ألاباما، في يوم جميل من أيام الربيع، خرجت روز باركس من بيتها ماشية في أمان الله إلى محطة الباصات. وصلت روز للمحطة، وبعد دقائق قليلة وصل بعدها الباص. طلعت روز للباص وشافت سواق الباص اللي كان رجال أبيض وجالس يتفرج لها بنص عين، كأنه قرفان منها لأنه كان يحس أنه من أصحاب النور، من الناس المبشرين بالجنة يمكن. عموما أختنا روز اشترت التذاكر من جهة سواق الباص، يعني من الباب الأمامي للباص. وسواق الباص قال لروز انزلي، ما تقدري تدخلي من الباب الأمامي للباص، علشان القوانين ما تقدرين تدخلين من هنا، ضروري تدخلي من الباب الخلفي للباص. عموما روز أمورها إلى الحين كانت طيبة، ومشت إلى وراء الباص وطلعت من الباب الخلفي لأنها بس كان بشرتها سمراء. وأول ما طلعت روز من الباب الخلفي للباص أخذت لها نظرة على الباص وتذكرت إن القوانين في أمريكا هذيك الأيام تقول إن السود يجلسون في نهاية الباص، لأن بداية الباص هذه كراسي مخصصة لأصحاب البشرة البيضاء فقط. أختنا روز مودها كان للحين زبادي في الخلاط، قالت حجلس مكاني وأكف خيري وشري، وحرك الباص، وما هي إلا شويات والباص يوقف مرة ثانية ويطلع واحد أبيض، وهذا الأبيض يطلع وما يحصل كرسي فاضي في بداية الباص اللي هي الكراسي المخصصة للبيض وين ما يجلسون علية القوم. فقام سواق الباص علشان يحل المشكلة هذه، وشاف روز جالسة في أول سطر كراسي مخصص للناس السمر، وبدأ يمشي لهذيك الجهة خطوة بخطوة إلى اتجاه أختنا روز، وقال لها قومي من الكرسي حقك، هذا مكان الرجال الأبيض هذا. لأن يا عزيزي فوق القانون اللي يقول لك كراسي السود ورا الباص وكراسي البيض قدام الباص، معاك قانون ثاني كمان اللي هو إنه الأبيض يقدر يقوم الأسود من الكرسي في الباص وياخذ مكانه. هذا الكرسي حقي، قومي من الكرسي، انتوا ورا الباص، نحن قدام الباص. وعموما روز قالت لمودها الحلو شوية على جنب، وقالت للأبيض هذا أنا ماني قايمة ومش حقوم يا أبيض يا وإيش حصل بعد هذا؟ ولا حاجة، جت الشرطة وحبست الأخت روز وبصمتها ودفعتها $10 غرامة على إنها كسرت القانون، كسرت القانون، و$4 زيادة رسوم المحكمة. وهذه المبالغ كانت تعتبر كبيرة في سنة 1955. وليش هذا التغريم كله؟ لأنها بس سمرة. واللي حصل هذا حرق دم ناس كثير سمر ويعتبرون من القادة والناس اللي مسموعة كلمتهم في ولاية ألاباما في أمريكا، ومنهم مارتن لوثر كينج اللي أكيد على الأقل كلنا سمعنا عنه. و40,000 مستخدم يومي من السمر للباصات قاطعوا الباصات كليا، وطالبوا السمر بإلغاء هذه القوانين العنصرية، بس الحكومة رفضت وطول الموضوع، لدرجة إن السمر علشان يستمروا في مقاطعتهم ويقدروا يتحركوا داخل المدينة، القادة حق السمر هذولا زي مارتن لوثر كينج والجماعة اللي في ألاباما رتبوا سيستم سيارات زي الباصات تساعد إنها تشيل الناس السمر اللي موجودين من مكان لمكان، يعني زي السيستم مواصلات بسيط للسمر علشان يقدروا يستمروا في المقاطعة هذه. ولسه ما حكيت لك عن القتل والعنف اللي حصل في الباصات ومحطات الباصات على السمر بسبب انهم بس قاطعوا. عموما بعد 381 يوم نجحت هذه المقاطعة، ونزلت الحكومة الأمريكية قرار من المحكمة إلغاء جميع القوانين العنصرية داخل الباصات. لا وفوق هذا كمان بدأوا يوظفوا سواقين باصات سمر، ويعني المقاطعة نجحت وغيرت في حاجات كثير في حياة السمر في أمريكا، لأن اختيارك للحاجات اللي تصرف فلوسك عليها ما هو بس ذوق ولا حاجة شدت عينك، لا هذه قوة هادية إذا استخدمناها صح نقدر نهز فيها الشركات الكبيرة اللي تشوف لك انت وانا كأننا رقم او خط احمر طالع. على فكرة يعني يشوفوا لك كأنك جراف، ما يشوفوا لك انت كإنسان اصلا. واذا شفت للتاريخ هتعرف انه المقاطعات الناجحة لها شروطها. اول شرط انه لازم يكون في كمية ناس كبيرة جدا تقاطع في نفس الوقت. ثاني شرط اللي هو الاستمرارية، وبس ما في ابسط من كذا يا رجل. وبعدين تشوف السحر اللي يحصل. وأقدم مقاطعة مسجلة بأكثر تفاصيلها حصلت كان في القرن ال18 من مجموعة اسمها الكويكرز، اللي كانوا ضد العبودية وكانوا يقولوا لنفسهم إنه كيف يتعاملوا الناس كملكية ويجبرون على إنهم يشتغلون ساعات طويلة تحت الشمس. مجموعة الكويكرز كلهم اتفقوا إنه هذا الشيء غلط وضروري إنهم يحاولون يسووا حاجة لحل هذا الموضوع. وكان في هذيك الأيام عملة قوية متداولة في العالم اللي هي السكر. اي نعم السكر. وكان السكر داخل في كل حاجة في حياتهم، من الأكل والشرب والمخابز، يعني زي حياتنا اللي جالسين نعيشها هذا الأيام السكر داخل فيها في كل مكان. بس للأسف زي ما كلنا نعرف أن السكر ما كان ينزل مع المطر. زراعة السكر من أصعب الزراعات ويحتاج لها تعب
وشقى وجلسة تحت الشمس وعرق، يعني حاجات شعب المختار من الله وأصحاب النور وانتوا أصحاب الظلام ما يقدروا يسووها بشكل يومي. فايش سووا يا ابو الشباب؟ راحوا سووا شوبينج عبودية من باربيدوس والكاريبي واستخدموهم او اجبروهم انهم يشتغلوا في مزارع السكر لساعات طويلة. يعني تخيل السكر اللي ممكن تطرح فيه بثلج وتشربه وهو بارد والله طعمه يطلع خرافي مع الاكل، كان مصدر تعب وحزن لبشر كثير زينا. بشر كثير زينا، بشر كثير زينا. لكن جماعة الكويكرز ما كفاهم انهم يتعاطفوا بس، قرروا انهم ياخذوا خطوة ثانية اقوى شوية، وانهم يقاطعوا كل منتجات السكر اللي تتم انتاجها باستخدام العبودية. وكانت مقاطعتهم مرة سلمية، مرة كول، ما سووا حاجة غير انهم وقفوا سكر، يعني بردوا قلوبهم وحرقوا دهونهم. مقاطعة السكر هذه نجحت بطريقة كبيرة جدا، لدرجة ان الامبراطورية البريطانية بدأت تشوف للعبودية بنظرة ثانية، وبدأت تأخذ خطوات جدية جدا انها تلغي هذه العبودية وتشوف لها حل. والناس في اوروبا بدأت تتوعى وبدأت توصل لها صورة احسن للعبودية وايش يحصل للعبيد في مزارع السكر، وبدأوا ما يصدقوا الاخبار اللي تقول لهم انه العبيد هذول خلقوا علشان يخدموكم وانهم اقل منكم درجات، وهذا كلام الاعلام اللي ايام زمان. وقلت مبيعات شركات السكر اللي تستخدم العبودية بنسبة 2.5. واللي أحلى من هذا كله إنه الناس اللي قاطعوا السكر العبودية بدوا يحصلوا بدايل زي السكر الهندي، والسكر الهندي ما كان يستخدم العبودية، والسكر الهندي هذا زادت مبيعاته في خلال سنتين 10 أضعاف. وكل المحلات والبقالات علشان يبيعوا سكر لعامة الناس اضطروا يطرحوا ختم معين اللي يكون مكتوب فيه Guaranteed to have been made by a free man، صنع من رجل حر. واقرب مقاطعة حصلت كانت لبنت دونالد ترامب اللي كان معاها براند تبيع فيه ثياب وجينزات وهذه الحاجات الحلوة، في 2011 فتحته واسمه باسمها تماما. والناس بعد ما سمعوا كلام ابوها لما طلع للانتخابات في 2016 وكمية العنصرية وكمية الهمجية اللي كان يقولها على المسلمين وعلى المكسيكان وهذه الحاجات، قاطعوا براندها تماما واضطرت انها تقفله وتروح تشتغل عند ابوها في الحكومة. يعني تخيل بنت واحد من أغنى وأقوى الناس اضطرت إنها توقف براندها اللي بدأته وكان شغالة فيه من 2011 لين 2016، يعني ما كانت فترة زمنية قليلة. وإذا أنت زي تقابل هذول الناس اللي يتكلموا بس علشان يتكلموا بدون أي بحث، بدون أي أرقام، بدون أي نظرة، ضروري ترسل له هذا الفيديو، ضروري علشان يفهم. ترى إذا بحثت الإنترنت فيه مليون قصة للمقاطعة، والناس اللي سووها التاريخ والوقت أثبت إنهم هم كانوا صح، أبدا ما كانوا غلط. ويا ريت تكتب لي تحت في التعليقات إيش أنت قاطعت في آخر الأيام علشان نستفيد منك ويستفيدون منك الناس. ولا تنسانا من اللايك والشير وكل الحاجات الحلوة يا أخي، وأنا حسوي لفة وحرجع لكم. السلام. ويا الله تخارجنا، يا الله يوم خير.